السلام عليكم. الرحلة اللي سميتها بزاف كيباك سيتي في كندا. دونك هذه كيباك هي المنطقة اللي فيها كيباك سيتي، عاصمة الولاية كما يقولوا. أنا ساكنة في مونريال وهذه كيباك سيتي. رحلة كنت نستناها في شحال. في أول فيديو شفنا شلالات مومورونسي، هذه الطريق اللي تدي شلالات مومورونسي. كاين بلاصة كيما هكذا الماء جاي نازل وجامد كيما راكم تشوفوا فيها. وهنا راح ندخل. كان البرد بزاف وكان لازم نشرب كابوتشينو سخون باش شوفوا ندفي انا الحالة شوية. حاطين هادو لي فوتو. هنا 1800 او ماي جاد 75، هنا 1920 30. هذه الاركيتكتور تاع البلاصه اللي رانا فيها الداخل. صافا عجبني الحال. هنا بلاصه كي دخلت تفيت باسكو فريمون كاين البرد برا. فوالا الهيتاك كاين سانيتير راني رايحه. هنايا كاين دي ماغازان كندا. العسل السيرو ديرابل اللي معروف. السيرو ديرابل معناتها اللي يجي كيباك لازم يجرب السيرو ديرابل تاعهم. دوكا جيت ندير كافي في هذا البرد. ابخي اللي شربت سر السعاده الكابوتشينو دفيت روحي شويه، رحنا باش نشوفوا السونتر فيل تاع كيباك سيتي. راح تكتشفوا معايا لو ستيل فرونسي تاع كيباك وتعرفوا صح بلي مدينه فرنسيه بجداره. Cuisine libanaise. Ça c'est au Québec, cité. اللي ما يعرفش تاريخ كيباك، كانت محكومه من طرف الفرنسيين من قبل، يعني الآن هي مدينة فرنسية 100%. وكاين حتى هادوك اللي كيبيكوا الأصليين ما يحبوش واحد يهضر بالإنجليزية، يعني يفضلوا يحكيوا ويتواصلوا فقط بالفرنسية. فوالا اقتربت لحظة الحقيقة. هذا هو القصر الأكثر شهرة في العالم اللي راح ندخلوه واللي جيت خصيصا على جالو أكثر شيء. فوالا ندخلوا ستاسيونمون ووجدوا روحكم باش تشوفوا القصر الأكثر تصويرا والأكثر شهرة في العالم، راح تشوفوه من الداخل. دونك ستاسيونينا لازم نشفاو على النيميرو تاع ليتاج ورايحين نروحوا. تبعوني القصر الأكثر تصويرا في العالم اللي نشوفوه في لي فوتو لي فيديو. ما عرفتش كيفاش ندخل لهذا البوست الأشهر في العالم. شوفوا في فونتناك في كيباك سيتي في كندا. دونك رايحة ندخل ونسقسي الداخل كيفاش ندخلوا. شوفوا جاي حدا هاد الريفيار بزاف هايلة. فوالا واو يا للروعة، تحسوا فريمون بهذيك لا بال ايبوك واللوتان تاعو دوري، كلشي ديكوراسيون كلشي بالدوري. باي ذا واي هذا القصر انا ما كنتش عارفه، عرفتها المعلومه هذه اليوم باللي هو اوتيل فندق. شفت باللي ثمن الغرفه الواحده 400 دولار، بلا ما نهضروا على لي شامبر اللي يكون فيهم 3 اشخاص ولا 4 اشخاص ولا لي سويت. كي تدخل لهذا القصر من الداخل تحس بهذاك الجو. شفتوا هذوك الافلام القدم اللي كنا نتفرجوهم من العصر الفيكتوري وعصر الوقت هذاك تاع الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه، في هذاك الوقت تحس باللمسات تاع هذاك الوقت. شوفوا هنا أكثر تصويرا. شوفوا كيفاش كان بكري. ويقولوا تم تأسيسه ولا تم فتحه في 1800 إيكيك 1800 وهكذا. تما عنده عمر تاع 180 سنة. شوفوا بكري كيفاش كان. هذا تصوير خارجي للقصر بالكامل. شوفوا شحال كبير. الله يبارك. كما راكم تشوفوا القصر من برا عالم ثاني، عالم آخر.
التحفة المعمارية والشكل الهندسي والموقع الجغرافي قدام هاد لا ريفيير، والقصة والتاريخ لهذا القصر والأحداث اللي صارت فيه يعطي لهذا القصر أهمية تاريخية وسياحية كبرى، يستقطب بذلك أكثر عدد من السياح، ويكون يستحق عن جدارة يعني أخذ أحسن أو أحسن قصر أو الأكثر تصويرا في العالم.